السلام عليكم بنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جيتكم بالوصفه تاع الطورنو ولا الطابع، كل واحد كيفاش يسميه. جبت لكم بطريقه بزاف سهله وكامل لي زاستوس تاعو باش يخرج لكم ناجح من اول تجربه، والشكل تاعو اكثر من رائع ما شاء الله. راه الشكل تاعو جاي من فوق مشقق الله يبارك، ومن داخل جاي طري. لهنا جاي طري روعه. يلا نروح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. لهنا عندنا 4 حبات تاع بيض، راح نستعملوا فقط 3، والحبه الرابعه راح الصفر نخلوه ندهنوا به الحبات من الفوق، والبيض نديروه في العجينه. وعندنا كاس سكر، كاس زيت، نص كاس تاع مايزينا، 2 كؤوس خميره الحلويات، ولا فاني وقشور الليمون. نبداو طريقه التحضير. لهنا حطيت 3 حبات بيض وزدت لهم البياض تاع الحبه الرابعه، والصفر خليته باش ندهن به الحبات من الفوق. فرغت عليه لهنا الكاس تاع السكر. لهنا راح نضربه باش يذوب السكر. لهنا كيما تحبوا بالباتور ولا بالفوي. لهنا فضلت بالباتور باش بالخف يذوب لي السكر. لهنا حتى يولي الخليط ابيض نولي نزيد في الزيت بالتدريج لهنايا ونخلط، نزيد في الزيت ونخلط. كاس زيت نخلط كامل المقادير لهنا. وضفت رشه تاع ملح في الاول فوق هذاك البيض، ضفت رشه تاع ملح. لهنا نص كاس تاع حليب، لافاني، ملعقه صغيره لافاني، وقشور الليمون. قشور الليمون ولا البرتقال يعطي نكهه ما شاء الله، خاصه في الطورنو. نخلط كامل المقادير لهنا. نضيف المايزينا نصف كاس، نشاء الذره نضيفو نصف كاس ونزيد نخلط. لهنا نخلط غير بالفوي، نحي الباتور ونخلط لهنايا. ندخل هذيك المايزينا في الخليط، ومن بعد نبداو نضيفو في الفرينه. لهنا الفرينه نضيف بالتدريج ونشوف. لهنا نضيف حوالي 2 كؤوس، ونضيف لهم 2 اكياس من خميره الحلويات. هنا عندنا 2 اكياس وزن 10 غرام، في كل كيس 10 غرام، يعني راح ندير 20 غرام. نفرغ الاكياس تاع خميره الحلويات ونبدا نخلط. لهنا نبدا نضيف الفرينه بالتدريج ونشوف. العجينه تاع الطابع ما تخلوهاش ما تنشفوهاش بزاف، او ما تخلوهاش جاريه. دوك نوريكم القوام تاعها كيفاش تولي باش يجيكم الطابع ما شاء الله ناجح. لهنا نولي نطم فيها. لهنا ها هو القوام تاعها، ما تجيش جاريه بزاف وما تجيش ناشفه. نعرف الفرينه ديجا تشرب. لهنا نخلو القوام تاعها كيما هكا. فوالا. لهنا راح نقسمها على 2 تاع كرات، نقسمها لهنا على 2. نبدا نشكل في الكره الاولى. لهنا نفرش ساشي ولا كيس هكذا، ونبدا نحل عليه في العجينه بالحلال كسل كامل. لهنا نخلوه السمك تاعها حوالي 1 سنتيم. ما نرقوهاش بزاف باش الحبات ما يجونش رقاق، يعني ما نخشنوهاش بزاف. حوالي هكذا اصبع. كسل العجينه هكذا. لهنا ما استعملت لا فرينه لا والو، ما نزيدوش الفرينه، غير الكيس ما توليش تتلصق اصلا. الكيس راح يعاوننا بزاف. فوالا. لهنا راني سي لحقت المستوى المطلوب. لهنا راح نجيب العبارات تاعي ونطبع طوابع. يعني نستعمل هذا الشكل الاول، شكل دائري جاي مشرشف مع الطرف، تجي الحبه صغيره وتجي شابه. الشكل تاعها يجي بزاف شباب. نقطع كامل الحبات. لهنا تحبي ديري الكيس البلاستيكي وتقطعي فوقه ثاني اختياري. يلا نحط لهنا الحبات تاعنا في البلاطو اللي يدخل الفرن. لهنا هذه الورده ثاني تخرج بزاف شابه،
لهنا في الحلوى تاعنا تخرج بزاف هايله. نستعملوا الاشكال اللي حبينا، سواء شكل واحد ولا الشكل اللي حبيتي. لهنا الطياب تاعهم راح يكون على 180 درجه حوالي 35 دقيقه، 30 دقيقه 35، تديناش وقت بزاف. لهنا ندهنهم بهذاك الصفر تاع البيض، راني زدتلو 2 ملاعق تاع قهوه طايبه، ونبدا ندهن في الحبات تاعنا ونرش عليهم لهنا رشيت عليهم الجلجلان، وحبات اخرين درت عليهم الفيرميسيل تاع الشوكولا بهذه الطريقه، وندخلهم للفرن مباشره. الفرن كنت سخنته من قبل، كنت مشعلته من قبل حوالي ب20 دقيقه هكذاك. لهنا دخلته، شوفوا ما شاء الله، خرجتهم من الفرن طابوا، شعلت عليهم التحت الاول ومن بعد شعلت عليهم الفوق حمارو. كي طابوا شعلت عليهم الفوق داو هذيك التحميره وخرجتهم. شوفوا ما شاء الله تجي الحبه هايله، تجي مشقه ما شاء الله، يجي خفيف من الداخل روعه، بنين بزاف ما شاء الله. هنا شوفوا الحبه كيفاش دايره، يعني هاد الوصفه غديوها واعتمدوا عليها، وصفه هايله ناجحه 100%، وبالخف تكمليه، ديريه في وقفه ديريه. شوفوا ما شاء الله خرج لي كونتيتي هايله، وحبه ثاني هايلين. لهنا قسمه حبه، نشوفوا القوام تاعها كيفاش داير. هذا الشكل تاع الدمعه ثاني خرج بزاف شباب. يلا نقسموا حبه ونشوفوا شكل تاعها كيفاش جانا من داخل، جا رائع، يجي بزاف هشيش. شوفوا الهشاشه تاعو بزاف هشيش، وتحسيه خاوي من الداخل، من البرا مقرمش. شوفوا من داخل ماشي معجن، جاي يبان محبحب من داخل، جاي ما شاء الله. اللي لحقت معنا حتى لهنا في المشاهده، ما تنسايش اختي ديري لي جيم، تدعميني في القناه باش يلحقك كل ما هو جديد. وبيان سور اذا عجبتك الوصفه، اكيد وصفه ناجحه 100%. شوفوا شحال طري ما شاء الله، يجي هايل. يلا لهنا خواتاتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش كما قلت لكم تدعموني، ديروا لي جيم على الفيديو، وتشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، وسلام.